تعال أقولك إزاي تاخد 52 يوم أجازة من شغلك في 2025. 2025 تقدر تسافر فيها 16 يوم متواصل مرتين في السنة بلس 10 أيام متواصلين مرتين في السنة، بمجموع 52 يوم من غير ما رصيد أجازاتك يخلص كمان. أدينا بنقول أهو من بدري عشان محدش آخر السنة يجي يقول لنا بتجيبوا الأجازات دي كلها منين. أهم أجازات محتاجين تظبطوهم من بدري هما الأجازتين دول: عيد الفطر اللي هو 31 مارس وده يوم 2 بلس الأسبوع اللي بعده ناخده أجازة من رصيد أجازاتنا، كده 16 يوم فعلي وخمس أيام من رصيد أجازات السنوي بقى. عيد الأضحى 7 يونيو ده يوم سبت، وفي أسوأ الحالات لو العيد خلص الاثنين هناخد باقي الأسبوع بلس الأسبوع اللي قبله أو اللي بعده، 16 يوم فعلي 8 أيام منهم بس من رصيد الأجازات. هيتبقى في رصيد أجازاتك 8 أيام، تشوف لك بقى يوم خميس أجازة زي 6 أكتوبر أو المولد مثلا وتحط عليهم 4 أيام من الثانوي، وبكده هيتحولوا 10 أيام بقدرة قادر. خلصت؟ لا، ده كمان لسه هيتبقى لك 4 أيام في الثانوي، اعملها مرة كمان وحولهم ل 10 أيام، وبكده بقى هتطلع السنة دي على الأقل ب 52 يوم أجازة طويلة بلس بواقي الأجازات التانية الصغيرة. أدينا بنقولك من بدري أهو عشان تبتدي خناقتك مع مديرك على رواق.